عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام. يعني أرجوكم بس الحوار دكتور وأبو يوسف خلوا الحوار هذه ما عليه، يعني كل واحد يقول رأيه بس بدون اتهامات لو سمحتوا. دكتور وليد، تحدثت أنت أن الصور اللي كانت موجودة بأنك أنت قمت بدفع أحد أفراد القوات الخاصة وأنك أنت يعني بديت الضرب عليه، شو تفند على الادعاء؟ لا، الادعاء هذا غير صحيح. أنا كنت أحمي المواطنين وأحاول أفصل بين الشرطة وبين لا يصير في ضرب. هذا قاعد يلوحنا بيضرب المواطن. أنا كوني رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق وواجبي أحمي الناس من الضرب وأمنع الضرب. وحتى هذا العسكري مع أنه كان هذا الأخ شكري العقيد يقول للقوات الخاصة دشوا ضربوا اهجموا على الأقل، يعني ما أدري كان ضرب ولا هجوم، هو هجوم عموما. مسكته حضنته أنا هذا المقنع عشان ما يضرب المواطن الضعيف. هذا أنت اللقطة تبين إنك أنت دزيته بعنف. لا ما دزيته، سحبته سحب. شو أنا مصك هذا وين أسحب؟ أنا ماسكه من تحت، هو يقول ماسكه من رقبته. لا، إذا تعاد اللقطة أنا ماسكه من هذا. شوف الفيديو هذا اللي قاعد تتكلم عنه. لا مو هذا، لا هذا اللي أنا جايبه. نعم. لا طبعا هذه لقطة ثانية تدل على اقتحام منزل الحربش. شوف هذا القوات الخاصة قاعد تدخل داخل منزل الحربش وتطق الناس وتسحب بعض الناس داخل. شوفوا هذا تكذيب كلامه، يقول ما دخلنا بيت الحربش وهم قاعد يدخلون بيت الحربش. ممكن ما احترموا حرمة البيوت. نعم. بدون إذن النيابة. كلام وزارة الداخلية بأن الجمهور هو من حاول دفع القوات الخاصة إلى الداخل. لا شوف بنفسهم يوم القوات الخاصة ودخلوا داخل البيت. شوف شوف سور البيت اللي واقف، كان مبين في هذا سور البيت. شوف اللي واقف ريال. نعم. فوق هذا سور البيت. دشوا داخل البيت القوات وسحبوا المواطنين من داخل البيت وتعدوا عليهم. شوف داش هذا مقنع داش داخل البيت يطق العالم. هذا تصرف يجوز. وهذا بعد مقنع ثاني لابس اسود. هذا يعني انتهاك لحرمة البيت وحرمة المنازل. ليش يدخل؟ وبعدين الندوة انفضت، شكوا جاي داشين يلحقوا الناس ويطقونهم. لا الصراحة اللي صار هذا شيء غير مقبول الصراحة، ولا يمكن السكوت عنه. احنا الأمن وظيفته منع الجريمة، مو تعدي على الناس وضربهم وتطاول عليهم وسحبهم بهذه الطريقة. يعني هذا منظر غير حضاري وغير قانوني أصلا. شوف هذا المقنع الأول يدخل داخل البيت ويسحب اللي يبي ويطق اللي يبي. هذا شيء ما يجوز ولا نقبله صراحة، وهذه مخالفة دستورية. الدستور يقول المنازل حرمتها، ما يصير قوات الأمن تدخل المنازل بهذه الطريقة. فاللي صار هذا شيء غير مقبول. وبالعكس أنا ليش يحطون الشريط الثاني اللي يبين أن قوات الأمن هو اللي اعتدوا عليه بالضرب. أنا نعم. والله دكتور كنت أتمنى، أنت عارف أن صارت عندنا مشكلة بالاستديات اللي أنت جبتها، بس إن شاء الله نحاول فيها. أنا تعدى. نعم. بس ممكن توصفها، يعني ممكن اللقطة هذه اللي حطتها وزارة الداخلية. بعدين عطاهم الأخ شكري أمر ودخلوا عليه وطقوني أنا شخصيا. أنا طقيت غير طقتي اللي إيدي اليمين. نعم. حتى إيدي عفوا اليسار. هذه إيدي، هذه الطقة اللي صارت بنفس اللقطة. نعم. طقة من الهراوة مالت وغير الطقات. نعم. دكتور تحدث أن كان في كسر في والطقة اللي صارت دكتور في كسر في يدك. هذا مو كسر لكن نعم. كدمات شديدة. نعم. بس أنا السؤال هذا اللي لكن أنا جسمي ترى كله مطقق. نعم. من أبسط هذه اللي ما مغطيه. نعم. بس دكتور عفوا، يعني أن في كلام أن الضرر أو أن أنت بقائك في المستشفى يعني كدمات أنت تقول، بس لكن شو اللي يستدعي أن أنت تقعد يوم كامل ليلة كاملة في المستشفى؟ في كلام أن أنت طلبت من الأطباء أنهم يدخلونك الجناح مع أن حالتك ما كانت تستدعي. لا الأطباء يعني طبيب يقول لك يقعد في المستشفى عشان كدمة؟ لا مو كدمة، أنا جسمي كله مطقق. نعم. من فوق لتحتي. أنا لو أوريك ظهري شلون مطقق، غير إيدي غير إصابتي. مركب علي درب ومعطيني مسكنات. حالتي تستدعي اني ابقى بالمستشفى. اما ان احد يتكلم يقول حالتك ما تستدعي، هذا شيء يقرر الاطباء، مو قرر وزاره الداخليه. مؤتمر وزاره الداخليه يقول حالته ما تستدعي. ليش انت الاخ طبيب اللي وزاره الداخليه عشان تتكلم حالتي تستدعي البقاء ولا ما تستدعي؟ حين تطقني تقول ليش تداش المستشفى وليش تدخل يوم. ولكن السؤال يعني الكدمه ما تستدعي ان وجود الواحد في المستشفى. انت طلبت الاطباء انك تقعد ام الاطباء قالوا؟ انا عندي ضربات براسي عندي. لا بس عفوا السؤال، انت طلبت من الاطباء ان تبات الليله او الاطباء قالوا لك انت حالتك لازم تستدعي؟
استشارون الموضوع وقالوا ممكن تقعد ممكن تقعد وممكن تروح. هذا شيء تقديري بالنسبه لهم. مش قعدت ولا مشيت، شنو القصه هي؟ لا القضيه أن اذا قعدت في المستشفى قضيه كدمات، انا بنقل لك الصوره. انا اصلا بالمستشفى ما صورت ولا جبت كاميرا ولا شيء، مو قاعد انا الصبح طالع انا ماشي بدون تصوير، ما حارس على التصوير مثل بعض الناس اللي قعدوا 5 ايام بالمستشفى كل يوم مقابلات وكل يوم تصوير بجناح VIP. هذا اللي قاعد يتمارض ويمثل. مو انا قاعد واصل بنص الليل وطالع الصبح قال ليش نايم بالمستشفى. الحين تطقني تكسرني وتشلخني بالعصي، بعدين تقول ليش قاعد بالمستشفى يوم كان نص يوم. ابو يوسف استمعت الى وجهه النظر دكتور وليد طبطبائي. القوات الخاصه اقتحمت المنزل وايضا يعني الدكتور على اثرها قاعد في المستشفى وهناك كدمات، شاهدنا الكدمات اللي على ايد الدكتور. شو تقول عليه؟ شو ترد على الكلام؟ وين على الكدمات اللي بيده؟ كدمات وزاره الداخليه، القوات الخاصه اللي تقتحم البيت. انا والله شفت يعني المفاوضات اللي حصلت داخل، بس ما شفت طق داخل. انا يعني ممكن ان وزاره الداخليه تدش تتفاوض مع الاخوان بحيث انه ينهون الموضوع باسرع وقت وينهون الموضوع حتى لا يتعرضون الناس حق الخطر. كذلك يعني حتى الناس اللي برا يعني اتصور القوات الخاصه نفتخر بان عندها قدره برجال نفتخر فيهم وعندهم القدره ان يحافظون الامن، بس انه يجون يعني ناس عاديين لا ما يطقون، هم قادرين على حفظ الامن. كيفيه حفظ الامن هذه يعني انا اقول لك حفظ الامن بواسطه رجال القوات الخاصه يعني لازم نتوقع ان هناك قوه وشده. قدامها انتقلنا الى مرحله التفاوض، الى مرحله يعني اعطاء الامر لتنفيذ الامر والانصياع لامر سمو الامير. ذيك الساعه احنا نتحمل المسؤوليه. والقوات الخاصه يجب ان تكون بهذه القوه. بدون ضرب هم ممكن ان يسوون كذي، مجرد انهم يطقون على الدروع اللي عندهم ويشكلون قوه ويصفون صف واحد، وشفناها حتى الكوريين يسوون نفس الشيء. ممكن ان يوقفون بقوه ويشكلون فريق متماسك، وهذه التدريبات اللي يتلقونها وهذه الأوامر اللي لازم ينصاعون لها. هذه القوات الخاصة اللي نفتخر فيها. ولا احنا نبي شنو؟ نبي DI دازين ناس يوزعون ورد، ولا جايين دازين ناس يحفظون الأمن؟ وشلون نتوقع ان نحفظ الامن بالكويت؟ احنا تدري المنطقه هذه اللي احنا قاعدين نعيش فيها شنو اللي قاعد يصير فيها؟ يوسف احنا بحاجه الى قوات. خلينا نوقف عند القضيه. نائب يتعرض الى ضرب، النائب يتحمل مسؤوليه ما يقوم به من اعمال خارج المجلس، يتحمل مسؤوليه ما يقوم به من اهل الكويت. ما يبون هالطريقه هذه حتى نقعد احنا على اطمام المرضى. نعم كلام و99% واللي يقول انا ما ادافع عن الشعب الكويتي خليه يروح يسال الشعب الكويتي مو يتقوقع بمكانه. نعم بس بعد كذلك نية مبيتة. نية مبيتة. كلامنا نية مبيتة. قول كم نايب حضروا؟ 21 نايب. تعرض وليد اللي تعور وليد فدائي يبي يصير فدائي. اللي ما سواه هناك في سفينة الحرية يبي يسويه. ما شغل سفينة الحرية يا حبيبي يا حسين. أنا أقول لك الواحد اللي يبي يضحي مشان ديرته يعطي من نفسه، ينقي بنفسه، ينقي بالديرة، يحافظ على الديرة، يحافظ على أهل الديرة، يحافظ على جيرانه يا أخي، مو على الديرة. جيرانك مو راضين. أنا الحين اليوم أخذت الشاهد، أخذتها فيها يمكن 30-40 واحد من أهل الصليبيخات كلهم مقابلين، وأولهم جيرانهم قطعة ثلاثة أهل الصليبيخات كلهم مو راضين. أنا استغرب يعني إذا قطعة ثلاثة وأهل الصليبيخات مو راضين، إيش حق أنا أصر أقيم الندوات داخل؟ كلام مبارك الوعلان أن هناك عملية ضرب للدستور. وين ضرب للدستور؟ أنتم اللي قاعدين تخربون الدستور. أنتم تبون تغيرون الدستور يا أخي بطريقة غير قانونية. تبون تغيرون الدستور، روحوا مع علي الراشد، روحوا عرضوها مثل طريقة علي الراشد. هم رفضوا طريقة علي الراشد. ليه؟ هم ما يبون يمشون بالطرق الدستورية. الطرق الدستورية والقانونية معروف وين مكانها، مو الشوارع. تعديلات علي الراشد وصفها بالحكومة. اقتراح وتروح تسوي. يا أخي هي هذه الأسلوب الديمقراطي الصحيح. تطبيق القوانين بحذافيرها مو جزء منها. الاحترام للدستور كله مو جزء منه. بس خلنا اوكي دكتور وليد،